وسخ الأرانب يا جماعة كنز حقيقي للتربة اللي عنده أرض وحاببها تكون خصبة وخضرتها بتفور فور، ماله غير وسخ الأرانب. واللي عنده كمان زريعة وحاببها تفور وتكون نشطة، ماله غير وسخ الأرانب. أفضل بكتير من المواد الكيماوية اللي بنشتريها وأسعارها غالية وما بنستفيد منها. كمية قليلة من وسخ الأرانب بنضيفه للتربة بيعطينا مفعول أفضل بكتير من المواد الكيماوية. ولكن قبل ما أدلكم على طريقة الاستخدام بتمنى، وهذا رجاء مني، تدعموا مقطع الشورت هذا ليوصل أكبر عدد من المشتركين. وبتمنى تدعموا قناتي على اليوتيوب أسرار مطبخ مع كراميلا روز، بحاجة لدعمكم محبتكم والاشتراك مشان تقدر تستمر فيها فيديوهات كتير حلوة طبخ وحلويات وكمان يوميات. أسرار المطبخ مع كراميلا روز بحاجة لدعمكم. الطريقة الصحيحة: نخلط وسخ الأرانب بالتراب ونتركهم لمدة شهر ونص معرضين للهواء والشمس، بعدين بنضيفهم على التربة اللي بدنا إياها وعلى الزريعة اللي بدنا إياها. وادعوا لي بعدين.